كلمتك وقلت لك ان السلاح اللي كان بيفكر فيه يسترب هو انه يرمي رباعي هجوم الاهلي على رباعي دفاع الزمالك. ليه؟ بسبب ان احمد عبد الرؤوف ما عندوش لعيبه في وسط الملعب، ما كانش عنده غير شحاته بس، رمى عليه اليو ديانج بالقوه وبالتحركات، قدر يسحب شحاته بره اللعبه وعرض دايما دفاع الزمالك لهجوم مباشر من الاهلي. فهنا كره الجول هتلاحظ هنا ان اشرف بن شرقي عمل السويتش مع زيزو فدخل للقلب، فلما دخل للقلب خرج معاه الونش، وعاده اللاعب المصري انه بيبص على الكوره ويسرح ويسيب اللعيب في ظهره. هنا حصل ايه؟ هنا اتسرقت المساحه بتاعت الونش، دخل بن شرقي في ظهر جراديشار، طلب الكوره، جراديشار سحب اسماعيل، اتفرغت مساحه لبن شرقي، جول. نفس القصه في الجول الثاني، ده عمر جابر. هو عمر جابر هنا ليه؟ عشان مفيش لعيبه في وسط الملعب، مفيش ارتكاز يقدر يقف او يقدر يبقى صداده لهجمات الاهلي، مفيش غير شحاته اللي طول الوقت هو رايح مع علي ديانج. فهنا عمر جابر بيضطر انه يسيب مساحته عشان يروح يضغط ويقابل من بدري، تحرك على طول لطاهر في ظهر عمر، خد حسام عبد المجيد، فضى عمق الملعب اكتر ما هو فاضي، تكمله من مروان عطيه عشان الاهلي يقتل الجيم.